اهلا بكم اخوة الاخوات، عدنا والعود احمد ان شاء الله. الاخوة والاخوات معكم في هذه القناة الرياضية بامتياز، حيث ان بمناسبة الكان قررت انني نرجع النشاط ديال هذه القناة ونبداو فيديوهات جديدة ان شاء الله. معايا غادي نحللوا مقابلات ديال الكان، غادي نهضروا على اللعابه المغاربه، غنهضروا على بزاف ديال المواضيع الكرويه المختلفه في انحاء العالم، ماشي غير في كاس افريقيا وانما حتى الشامبيونز ليج، اليوروبا ليج، الاتحاد، عفوا الدوري، الامم الاوروبي ديال المنتخبات اللي تلعب هنايا في اوروبا. غادي نناقشوا الدوري المغربي، البطوله ديالنا بطبيعه الحال، القسم الوطني الثاني. غادي نناقشوا بزاف ديال المواضيع، فاللي مهتم بالرياضه يتابونا معنا في هذه القناه هذه، باش نكبروا هذه العائله الصغيره الرياضيه. الاخوان الاخوات، اليوم جيت نهضر على واحد الخبر اللي هو ماشي خبر وانما واحد الانباء كتقول على ان أحد الأندية السعودية تجهز شعار اليوسف النصيري، لاعب سيفيا الإسباني، اللاعب اللي يتواجد الآن بدولة الكوت ديفوار وبالضبط في سان بيدرو مع المنتخب الوطني المغربي، استعدادا لخوض منافسات الكأس الإفريقية 2024 بالكوت ديفوار. بالكوت ديفوار كما قلت لكم. وكاين اخبار تدل على ان هذا العرض هو عرض مغري فيه اكثر من 50 مليون ديال الاورو. اللي حاليا ما كاينش شي تفاصيل اكثر، ولكن كيقولوا على ان اشبيليه غادي تعلم النصيري بالامر فور الرجوع ديالو، وغادي تدارسوا الامور، علما على ان نادي سيفيا عنده واحد العقد مع يوسف النصيري ممتد الى غايه سنه 2025. لكن احنا عارفا ان حاليا ما تقوم به السعوديه، الفرق السعوديه عفوا، من اغراءات لجذب احسن اللاعبين الموجودين في العالم على جميع لي بوست. ف ما نعرف، نشوفوا نصيري هو حاليا على حسب الناس مقربين ليه هو ما مهتمش بهذه العروض الخليجية. وكما شفنا في الأيام الأخيرة كان اهتمام أندية كثيرة من الطليان ومن الإنجليز بالخدمات ديالو. كان تربط الاسم ديالو بالأرسنال، تربط الاسم ديالو بويست هام، تربط الاسم ديالو بالنيس في فرنسا عفوا، بزاف ديال الفرق، لكن ما كان منهم والو حاليا. نشوفوا، احنا الايام غتورينا. احنا اللي كيهمنا دابا حاليا هو النصيري يكون جاهز ذهنيا وجاهز طبيعه الحال، حتى بدنيا، الخوض منافسات الكان مع منتخبنا المنتخب الوطني المغربي. هادشي اللي كان هذا فيديو قصير معكم اخوكم يوسف من قناتكم اجريد سبور. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.